ان في عملاء كتير بتسالني اهم المشروعات اللي في الساحل ايه النهارده. المشروعات المهمه اللي في الساحل النهارده هنلاقي شركه تطوير مصر نازله بمنتجع سول، لسه سعر افتتاحي، انظمه سداد 10% والبيع على 7 سنين، او 10% وبعد 3 شهور 5% والبيع على 8 سنين. اسعار الشاليهات من اول 4 مليون و200 بتوصل معانا لحد الفلل، توصل سعرها من اول 12، بيوصل معانا لحد الفلل الفيرست رو ل 25 و30 مليون. ده في مشروع سولد، وده طبعا من المشاريع المميزه جدا. انا كنت عملت فيديو قبل كده عنه، طبعا من الشركات الكبيره جدا. شركه تطوير مصر عندها اكتر من مشروع، المونتي جلاله، ريفرز، عندها لون فيلد في مستقبل سيتي، عندها اكتر من مشروع، وشركة قوية جدا جدا، شركة عملت اسم ليها، وعندها مشروعين، فوكا باي ودي باي في الساحل الشمالي. الشركة التانية تبقى مصر ايطاليا، نازلة بمنتجع قوي جدا، اسعار افتتاحية في الساحل. برضو هعمل فيديو عنه قريب جدا بشرح كامل. بعد كده عندي القمزي سي سيزن، انا عملت فيديو كامل عنه، طبعا من الشركات القوية اللي دخلت السوق المصري، مطور اماراتي، وعملوا بصراحه حجم مبيعات كبير جدا في وقت قصير جدا. شركه محترمه جدا، وبيبنوا دلوقتي وشغالين انشاءات، واللي بيبني لهم دلوقتي هو حسن علام. شركه القمزي من اكبر الشركات الكونستراكشن اللي موجوده في دوله الامارات، وليها حجم اعمال كبير جدا مع حكومه ابو ظبي. المشروع الرابع هيبقى كالي كوست لشركه ميفن، هعمل له فيديو قريب قوي. الاسعار فيه من اول 3 مليون 500 للشاليهات، وده برضو من المشاريع المميزة جدا جدا. وعاملين افكار جديدة خاصة بالانشورنس، واللي بيشتري عندهم بيتعمل له تأمين على الحياة هو او اولاده. فعاملين شغل قوي جدا في الساحل. ده برضو هعمل لحضراتكم فيديو كامل من داخل الشركة ديت، بحيث ان العميل اللي بيشتري النهاردة في الساحل يبقى عارف ان الفرص النهاردة القوية جدا. عندي تطوير مصر، عندي مصر ايطاليا، عندي القمزي، عندي ميفن كالي كوست. دول من الشركات اللي ايه المميزه جدا. ماونتن فيو نازله بمنتجع فيلل بالكامل، كله فيلل مفيش فيه اي شاليهات. عندي ازها، وازها طبعا من المشاريع القويه جدا برضو اللي في الساحل. احنا بنتكلم ان الاسعار في الشاليهات في ازها بتبتدي من اول 8 مليون، وبالنسبه للفيلل بتوصل معانا السعر بتاعها لحد 17 و20، وبنوصل للفيرست رول 35 مليون. ده في ازها الساحل الشمالي. عندي برضو المشروع المميز جدا اللي في الساحل، برضو كنت عملت فيديو شرح على القناة بتاعتي، وهو مشروع جايا شركة صبور. خلاص المراحل الخاصة بالشاليهات نعتبر ان هو اتباع منها حوالي من 90%. الشركة نازلة دلوقتي بمرحلة الفلل في جايا. وطبعا شركه صبور ليها سابقه اعمال، المنتجع بتاعها امواج اللي في الساحل، وطبعا كل الناس عارفه مشروع امواج يعني مشروع مميز جدا. فالفرصه اللي جايه دلوقتي ان من اول 12 مليون 11 مليون يقدر العميل انه يمتلك فيلا، سواء تاون او توين. وبالنسبه للستاند الون بنتكلم في 27 و25 مليون في مشروع جايا صبور. وده طبعا من المشاريع القويه جدا جدا، انا عامل شرح كامل ليه. اللي محتاج برضو يعرف الفرق ما بينهم يقدر يكلمني على رقمي، وان شاء الله هوضح لك اهم الفرص اللي تقدر انك تشتري فيها النهارده في الساحل بالسعر الافتتاحي. انا عندي حاجه اسمها توقيت الشراء، ورقمي اسفل الفيديو. اللي محتاج انه يعرف اي تفاصيل يقدر يكلمني على رقمي، ونكون دايما عند حسن ظنكم. شكرا جدا لكم.